طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. تقييم التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر. دعوة لضمان نظافة البيئة من النفايات. تدريب أعضاء مفوضية الثقافة والرياضة. مقتل 4 جنود سوريين في ضربات جوية إسرائيلية في سوريا. إعادة نشر قاذفة أمريكية في جبهة الجزيرة الكورية الجنوبية لإجراء تدريبات جوية. مقتل 10 سجناء خلال صدامات في السجن في الإكوادور. غيم مكتب التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر يومي 16 و17 من نوفمبر في مدينة مصوع العملية التعليمية للعام الدراسي 2021-2022. وقدم مسؤول المكتب الأستاذ رشيد محمد عثمان في الاجتماع شرحا حول الجهود الحكومية لتوسيع وتطوير التعليم. وذكرت التقارير المقدمة من مسؤولي المدارس المميزات والتحديات وخطوات حلها ومساهمة أولياء الأمور والمجتمع. وأشارت التقارير إلى نسب النجاح في المراحل التعليمية الثلاث وامتحانات الشهادة المتوسطة. وأوصى الاجتماع للاهتمام بأوضاع مباني المدارس ودراسة قدرات وصحة المعلمين مسبقا، وعمل المدارس مع الإدارات للحد من مقاطعة التعليم، وتوسيع المكتبات الرقمية في المدارس ودراسة أسباب رسوب الطلاب ومقاطعتهم للتعليم. وشهد المدير العام لقسم التعليم في وزارة التعليم السيد موسى حسين نايب بجميع المساهمين لإنجاح التعليم، موضحا بأن التعليم باعتباره أساس للعدالة الاجتماعية يجب العمل المنسق لإزالة المصاعب التي تحدث مع التوسع وتضاريس الإقليم بهدف خلق بيئة ملائمة للتعليم. وأوضحت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة أن النتائج المحققة لا يستهان بها وضعا في الاعتبار التحديات الماثلة في الإقليم، مشيرة إلى أن المصاعب الموجودة يمكن حلها بالتعاون مع الشعب. دعا مسؤول مكتب البيئة في الإقليم الجنوبي السيد تكية تخلميكيل الشعب لضمان نظافة البيئة ورفع المعرفة برمي النفايات عامة والأكياس البلاستيكية خاصة. وقال يوجد قصور في رمي النفايات في الإقليم الجنوبي، خاصة ظاهرة انتهاك المرسوم رقم 99 لعام 2004 الذي يمنع استخدام الأكياس البلاستيكية. وذكر ضبط أكثر من 11 كنتال من الأكياس البلاستيكية الرقيقة المهربة والمباعة في المتاجر بتعاون الجمارك وشرطة البلدية الشهر الماضي، موضحا أضرار الأكياس البلاستيكية بعد رميها على البيئة والمواشي. وحث الشعب والمؤسسات الحكومية لرمي النفايات الصلبة والسائلة في الأماكن المخصصة لها وتصحيح رمي النفايات في الأودية لتلويثها المياه وإحداثها الأضرار على صحة الإنسان والحيوان. وقال أن النفايات بالإمكان الاستفادة منها في الأسمدة والطاقة إذا حفظت وأديرت جيدا. ودعا لتعاون جميع الجهات وخاصة الإدارات لمكافحة استخدام الأكياس البلاستيكية وعدم رمي النفايات في كل مكان. نظمت مفوضية الثقافة والرياضة دورة تدريبية ل29 من أعضائها في إطار جهود تطوير القدرات، تضمن تدريب الإدارة والمحاسبة وتقنية المعلومات والمشتريات وحفظ الممتلكات وإعداد التقارير لمدة من 3 إلى سنة. وأوضح مفوض الثقافة والرياضة السفير زمل التخلف في ختام الدورة التدريبية في 18 من نوفمبر أن التدريب يكون له تأثير جيد بالعمل النوعي للمتدربين في مواقع العمل. وشكر جميع المساهمين والمدرسين لإنجاح التدريب. وذكر ممثل المتدربين أن التدريب يصغي قدراتهم وخبراتهم، مؤكدا الاستعداد لإحداث التغيير الإيجابي في العمل. وكانت المفوضية قد دربت من قبل 41 من أعضائها في دورتين.
تبرع أعضاء مكتب رخص العمل والمتاجر في قسم السياحة في الإقليم الأوسط بالدم يوم 18 من نوفمبر. وأعرب المتبرعون الطوعيون بالدم عن ارتياحهم للمساهمة في إنقاذ الأرواح بتبرعهم بالدم الذي يمكن تعويضه، مؤكدين اتخاذ مبادرات مماثلة مستقبلا. وأوضح مسؤول المكتب السيد تخلو قبرلول إن التبرع بالدم له مضمون كبير، مشددا بالاستعداد الذي أبداه الأعضاء. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. قالت الوكالة العربية السورية للأنباء أن 4 جنود سوريين قتلوا وأصيب آخر بجروح في عدوان جوي إسرائيلي على بعض المناطق في المنطقتين الساحلية والوسطى لسوريا صباح اليوم السبت. وأضافت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم الذي جاء من فوق البحر المتوسط وتسبب أيضا في وقوع خسائر مادية. ولم يذكر الإعلام الرسمي المواقع التي طالها القصف، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أنه استهدف مواقع تابعة لمجموعات موالية لإيران في محافظتي حمص وحماة وسط، ما أسفر عن تدمير أسلحة وذخائر. كما طال موقعا للقوات السورية ضمن بطارية للدفاع الجوي في ريف جباليا في محافظة اللاذقية غربا حسب المرصد. وهذه المرة الثانية التي تشن فيها إسرائيل ضربات على سوريا منذ الأحد الماضي، حين أدى قصف على مطار الشعيريات العسكري في وسط البلاد إلى مقتل عسكريين 2 وإصابة 3 آخرين بجروح. أعيد نشر القاذفة الأمريكية من طراز B-1B في شبه الجزيرة الكورية في إطار تدريبات جوية مشتركة بين سيول وواشنطن. غداة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بلاستيا عابرا للقارات بحسب الجيش الكوري الجنوبي. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان: أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبا جويا مشتركا مع القاذفة الاستراتيجية B-1B التابعة لسلاح الجو الأمريكي، والتي أعيد نشرها في شبه الجزيرة الكورية. كما شاركت في التدريب بعض الطائرات الأكثر تطورا في سلاح الجو الأمريكي والكوري الجنوبي، وبينها المقاتلة الخفية F-35 وفقا للمصدر نفسه. ولطالما أثارت المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية ردا فعلا حادا من جانب كوريا الشمالية، التي ترى فيها تدريبات على غزو لأراضيها أو محاولة لإطاحة بنظامها. قتل 10 أشخاص على الأقل في صدامات بسجن في العاصمة الإكوادورية على ما ذكرت مصادر رسمية. وقالت إدارة السجن في رسالة أن هنالك 10 وفيات مؤكدة في سجن طباتشيا أنتيشيا. وصرح مسؤول في الشرطة فيكتور هيريرا للصحفيين أن السجناء الذين قتلوا لا تظهر عليهم إصابات بأعيرة نارية. وأوضح الجنرال المسؤول عن الأمن في كيوتو أن قوات الأمن سيطرت على الوضع. وتأتي أعمال العنف هذه بعد ساعات قليلة من قيام سلطة السجن بنقل زعيم عصابة يدعى بيرميديوزيو من هذا السجن إلى آخر يخضع لحراسة متشددة في مدينة جواكيل الساحلية. اصطدمت طائرة ركاب عند إقلاعها بسيارة إطفاء في مطار ليما الدولي، مما أدى إلى اشتعال النيران في الطائرة وإجلاء الركاب ومقتل 2 من رجال الإطفاء، كما أعلنت مصادر رسمية. وقالت شركة ليما إيربورت بارتيز المشغلة لمطار خوخري شافيز أنها تأسف بشدة لمصرع 2 من أفراد فرقة الإطفاء الجوية التابعة لها في الحادث الذي وقع بين سيارة إطفاء وطائرة في الرحلة من ليما إلى خواكية الواقعة بالقرب من الحدود مع بوليفيا. وكانت الطائرة تقل 100 ركاب وراكبين وطاقم من 6 أفراد.
وعبر المدير العام لشركة الأطعمة في البيرو مانويل فالدوير في مؤتمر صحفي في المطار عن استغرابه وجود رجال الإطفاء على مدرج الإقلاع، موضحا أن قائد الطائرة لم يبلغ بأي أمر غير عادي. تذكير بأهم العناوين مجددا. تقييم التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر. دعوة لضمان النظافة البيئية من النفايات. تدريب أعضاء مفوضية الثقافة والرياضة. مقتل 4 جنود سوريين في ضربات جوية إسرائيلية على سوريا. إعادة نشر قاذفة أمريكية في شبه الجزيرة الكورية لإجراء تدريبات جوية. مقتل 10 سجناء خلال صدامات في السجن بالإكوادور. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.